السلام عليكم ويسعد أيامكم. اليوم عندنا الدولمة العراقية. طبعا السلق عندي ربتين وسط. الكوسة حبات كبار قصيناها من النص وحفرناها نص كيلو. كمان الباذنجان حبات كبار حفرناها وقصيناها من النص كمان بهذا الشكل. عندي 6 حبات من البندورة، بعد ما حفرناها أخذنا اللب تبعها وفرمناه ناعم مشان نحطه مع الحشوة. فليفلة حلوة ولا حدة، طبعا عندي حجمها كبير قصيناها من النص وحفرناها. بصل عنا كيلو، بعد ما انسلق فكينا قطعة من عنده وطلع معنا بهذا الشكل مشان يلف. حبة كبيرة من الثوم مقطع بهذا الشكل. بعد ما حفرنا البندورة هي الكمية اللي طلعت معنا، فرمناها ناعم رح نحطها على الرز. عندي زيت زيتون 3 معالق سكب، معلقة رح نحطها بالطنجرة ومعلقتين سكب رح نحطها على الرز. ربة بندورة أو دبس بندورة عنا 3 معالق سكب. قليل من البقدونس مفروم ناعم، وربطة صغيرة من الشبت أو الشبنت كمان مفروم ناعم. نص كيلو لحمة مفرومة خشنة. 3 كوب من الشاي طبعا دبس رمان أو حسب الرغبة. 3 معالق طعام ملح. بعد ما سلقنا كيلو البصل طلع معنا الحبات الصغار، هاي الصغار كلياتها فرمناهم ناعمين. معلقة طعام من ملح الليمون أو لمندوزي. فلفل حد معلقة صغيرة. عنا كمون معلقة طعام. كاري معلقة طعام. بهارات البرياني معلقة طعام أو بهارات دولمة معلقة طعام حسب الموجود. نص كوب من عصير النارنج، إذا مو موجود فيك تستخدمي عصير الليمون. 3 كاسات كبار من الرز مغسول ومنقع قبل نص ساعة. أطراف أوراق السلق رح نغسلهم ونحطهم بأرضية الطنجرة. بقلب الطنجرة نزلنا معلقة سكب من زيت الزيتون، وهلا عم بنحط أعواد السلق طبعا حسب ما بدك كتير ولا قليل. عندك لحمة كمان بعظمة مسلوقة بتنزليها فوق الأعواد، شايفين بهذا الشكل. هلا ننزل كل الخضار والبهارات والزيت الزيتون على الرز وبنخلطهم كلياتهم مرة واحدة. إذا شفنا دبس البندورة قليل بننزل كمان شوية دبس بندورة، لازم تطلع عنا لونها أحمر خمري ناصع. هون بعد الخلط بنزل عصير النارنج وبخلطهم كلياتهم مرة واحدة. المرحلة قبل الأخيرة وهي الحشي. بناخد الباذنجان وبنحشيها، ما بنعبيها كتير وبنصفها بالطنجرة. بصلة تاخديها كمان القطعة وتدخلي فيها الرز وتلفيها كأنك عم بتلفي ورق عنب. مرحلة لف طبعا السلق بتختلف عن مرحلة اللف اللي عنا. بيخلوها الجناب من اليمين واليسار مفتوحة، بس بيدخلوها بلفوها بهذا الشكل، يعني الرز بيطلع من الجنبين. طبعا بما انه الرز كافي وكتير اخذنا بطاطا وحفرناها 4 حبات وحطيناهم مع الخضار. الدولمة العراقية بيحبوا الرز بيطلع خارج الخضار، منظرها بشهي عندهم. فهي المرحلة الأخيرة. رح نحط الصحن على الدولمة ونحطها على النار تقريبا ساعة لحد ما بتستوي أو بتغلي تماما. بعد مرور نص ساعة حركنا الصحن قلبناه وشفناها، نتركها كمان نص ساعة لتنشف تماما. هذا هو الشكل النهائي للدولمة العراقية، أتمنى تكون بتعجبكم. إذا عجبكم الشريط لا تنسوا التعليق والمشاركة بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. صحة وعافية من مأكولات بنت الفرات.